إليك قصة هذا الجار الذي يسكن معي في نفس الحي والجوار. جاءني الأب يبكي ويشتكي ويروي لي قصة مليئة بالحزن والأسى، قصة تبين مدى أثر الأصحاب على أصحابهم. هدأ بكاء الأب ثم بدأ يروي قصة ابنه صاحب 19 سنة، فقال مخبرا عن الابن: كان صالحا هادئا محبا للخير محافظا على الصلوات، يغدو ويروح مع الأخيار، ثم فجأة تغير حاله وهجر أصحابه، وبدأت تصرفاته تتغير وسلوكه يتبدل. أصبح كثير السهر والتأخر ليلا، أصبح ينام عن الصلوات ويغيب عن المدرسة مرات ومرات، بدأ يكذب ويتعلم فنون الكذب، وأخذ يحتال على إخوته وعلى أمه حتى يحصل على المال بأي طريقة وحال. رائحة الدخان تفوح منه كلما دخل إلى الدار، بعد أن كانت تفوح منه رائحة المسك والأعطار. تغير ابني وبسرعة، فاكتشفت أنه أصبح يتعاطى المخدرات ويشرب المسكرات. كل هذا حدث في فترة قصيرة. هذا يبين أثر الأشرار كالنار في الهشيم، تحرق كل شيء وبسرعة. أخذ الأب يكمل لي حديثه ودموعه على خده. قال مستكملا: حاولت علاجه من هذا الإدمان، فأدخلته إلى مستشفى الأمل فرفض العلاج. سافرت به إلى مصحة في الخارج طلبا لشفائه، فتعافى قليلا، ثم لما رجعنا التف حوله الأصحاب ورجع أسوأ مما كان. فلم أجد حلا إلا أن أحبسه في الدار، إما أن يضرأ بدوائه أو يموت بدائه. حبسته في إحدى غرف الدار، ووالله إن الأب يبكي لي هذا الخبر وجها لوجه. يقول: حبسته في إحدى غرف الدار يأكل ويشرب فيها ويقضي حاجته أعزكم الله، وكنت أنا الذي أدخل عليه بطعامه وشرابه، ولقد أوصيت جميع أهله لا تفتحوا عليه الباب في أي ظرف أو أي حال، مهما شكى مهما بكى لا تفتحوا الباب أبدا. كنت أسمع صياحه وبكاءه وقلبي يتقطع ألما، ولكني أريد له الشفاء من هذا الوباء الذي ابتلي به من صحبة أولئك الأشرار. حتى جاء يوم جئت من عملي بعد العصر فوجدت باب الغرفة مفتوحا وهو غير موجود، فقلت: أين فلان؟ ومن فتح له الباب؟ قالوا: جاءت جدته للزيارة. فلما سمع صوتها أخذ يصيح ويبكي ويناديها: جدة لقد آذوني، جدة لقد ظلموني، جدة أنا تبت وأقلعت، أما آن الأوان أن يطلقوا سراحي؟ ولا زال يكرر عليها عبارات الاستعطاف. ففتحت له الجدة المسكين الباب، وكان أصحابه الأشرار يحرمون حول البيت في تلك اللحظات بسياراتهم ويطلقون إشارات النداء له. فلما سمع بهم خرج إليهم. يقول الأب ولا زالت دموعه تتساقط: خرجت بحثا عنه في كل مكان ولم أجد له أثرا، تغيب عن الدار 3 ليال ولم يبقى جحر ولا مكان إلا بحثت عنه فيه، فلم أعثر عليه ولا على أصحابه، فوكلت أمري وأمره إلى الله، وكأن شعورا في داخلي يقول لي أنه لن يرجع. بعد 3 أيام وفي ساعة متأخرة من الليل إذا بطارق يطرق الباب، فقلت: اللهم إني أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير. فتحت الباب فإذا بسيارة الشرطة، فسألوني: أنت فلان؟ قلت: نعم. اللهم اجعله خيرا. قالوا: تعال معنا نريدك في أمر هام. لبست ثيابي وخرجت معهم وقلبي يخفق من الخوف والوجل ولا أدري ما هو الخبر، ما الأمر، ما القصة. قالوا: انتظر. وصلنا إلى أحد المجمعات السوقية القريبة من دارنا، وكان السوق حينها مغلقا فالساعة متأخرة من الليل. فتحوا البوابة ودخلنا إلى داخل المجمع، ثم أخذوني إلى دورات المياه، ثم فتحوا باب إحدى الدورات وقالوا لي: تعرف على هذه الجثة، إنه ابني وفلذة كبدي، إنه ابن 19، إنه الذي ربيته وسعيت لصلاحه، وكنت أحلم يوما أن يكون رجلا يسير
معي أنا وإياه يعينني على أمور ديني ودنياي. هناك وجدته ميتا في دورة المياه ملقا على وجهه، وباقي المخدر والأبر بجانبه هناك. أين أصحابه؟ أين أولئك الأشرار؟ لماذا تركوه هناك؟ لماذا تخلوا عنه؟ والله يقول لي ودموعه على خده: والله لقد كان صالحا، والله لقد كان صالحا ومن الأخيار، ولا زالوا به حتى مات على أسوأ حال. هل سينفعونه أو يغنون عنه من الله شيئا؟ وربي سيندم هؤلاء، وسيلعن بعضهم بعضا، وسيعض كل منهم على يديه. قال الله مصورا حال هؤلاء: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان